بطبيعة الحال ما كاينش شي انسان مغربي بعقله اللي غادي يقول بلي هو ضد الاعتراف ديال الرئيس الامريكي بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو. اسمحوا لي الاخوان الكرام والمحترمين، اللي كان مسؤول بحال اللي كنت انا تيعرف شنو هو الوزن ديال هذا القرار. هذا واحد القرار كبير جدا ولا يتخيل مدى حجمه. وبلا ما يقول لي حتى واحد يقدروا يتراجعوا غدا الامريكيين ولا ما يتراجعوش، لكل حدث حديث. كنهضروا على الواقع هو هذا، وهذا شيء كبير جدا. وانا اللي كنت رئيس ديال الحكومه وما كنتش كنتدخل في القضيه ديال الصحراء الا باذن من جلاله الملك، لسبب واحد بسيط، وهو انه هذه القضيه هذه انا كنت كنعتبرها قضيه سياديه، وما يمكنش لرئيس الحكومه يتدخل فيها الا بالاذن ديال جلاله الملك. لانها علاش؟ لانها فيها معركه دامت 40 سنه او اكثر، وهي في الحقيقه راه من الاستقلال ديالنا وهذه القضيه خدامه. انا باقي كنتذكر هذا الشيء، كنتذكر التدخل ديال وزير الداخليه ديك الساعات السي محمد بن هيمه، ملي كان كيتكلم مع الناس ديال الصحراء، والتطورات ديال الاشياء كلها تنعرفوها. ولكن احنا دزنا من مراحل صعيبه جدا، ماشي سهل شنو كانت كدير مع الاسف الشديد القياده الجزائريه باش 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 تحطم العلاقه ديالنا باقاليمنا الجنوبيه، وباش تدخل البلاد كلها في خطر لا يعلم مصيره الا الله. باش نكون معكم صريح وواضح، بل غنقول لكم واحد السر. كاين المرات اللي كان سيدنا هو تيتصل بيا باش يطمئني. واحد النهار مشيت لموريتانيا وكانت قضيه في الامم المتحده، وهو اتصل بيا، عرفني منزعج غايه الانزعاج، متخوف من شي قرار كان ربما غيصدر الامم المتحده. هو اتصل بيا تيطمئني، تيقول لي السي نكيران راه كلشي الحمد لله داز مزيان الى اخره. بلا ما نقول لكم المرات اللي استقبلت فيهم روس، ولا اللي كيعرف، ولا اللي استقبلت فيهم غير واحد السفير الامريكي كان عندنا هنايا، بغيت كنتكلم معاه حتى هزيت انا على راسي. هذا حدث كبير جدا. بطبيعة الحال رافقه هاد الاستئناف ديال العلاقات اللي كانت بين المغرب واسرائيل من 94 حتى 2002، رافقه في نفس الوقت. وبطبيعة الحال حنايا كحزب سياسي جاي من الحركة الإسلامية، الثقافة ديالنا هي أننا احنا ضد التطبيع. هذه هي الحقيقة، هي هذه. واش هذا تطبيع ولا ماشي تطبيع؟ على كل حال المغرب راه ماشي هو دولة أخرى، اسمحوا لي. والمغرب راه كنظن كيعرف اش كيدير، وراه غادي بخطوات يعني محدودة ومضبوطة. ورا جلالة الملك هو اللي تيتخذ القرار في هذا المجال، وراه تاخذ القرارات اللي تاخذ. لما تاخذ جلالة الملك القرارات اللي تاخذ، ممنع على حتى شي واحد يبين الرأي ديالو في الموضوع. وداك الشيء علاش حركة التوحيد والإصلاح اتخذت القرار ديالها كتأسف لهذا الموقف هذا، في إطار الاحترام اللازم، في إطار المساندة ديال جلالة الملك في القضية ديال أقاليمنا الجنوبية. وما قال لها حتى شي واحد حتى شي حاجة. كان طبيعة الحال مشاكسات صحفية، هذاك الشيء عادي. ولكن الإخوان المحترمين، الأمانة العامة ديال الحزب اجتمعات ودارت بلاغ وتمنات فيه القرار ديال جلالة الملك بالتشديد والتغليظ والتوكيد.